السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على القناة. نتمنى تكونوا كاملين بأحوال جيدة. في هذا الفيديو غتشوفوا سلطة لذيذة وصحية غنية بالبروتين النباتي، مثالية للناس اللي كيديروا حمية أو باغيين ياكلوا ماكلة صحية خالية من اللحوم، أو يمكن أنكم ترافقوها مع الأطباق ديالكم. نكهتها قوية ومكوناتها بساط، وإن شاء الله الطعم غادي يعجبكم من أول لقمة. غادي نحتاجو 2 أكواب من الحمص اللي غادي نسلقوه مزيان حتى تيولي رطب. من بعد غادي ناخدو واحد المقلاة نديرو فيها القليل من زيت الزيتون ونتبلو هذا الحمص. غنديرو فيه ملعقة من الزعتر، ملعقة من البابريكا، نصف ملعقة من الإبزار، القليل من الملح والقليل من بودرة الثوم وملعقة من الكمون. غادي نخلطوا هاد المكونات جيدا ونخليو هاد الحمص يتحمر مزيان او لا يتشحر مع التحريك المستمر. ممكن انكم ديروا هاد العمليه ديروها في لاطه ديال الفرن، تفرشوا اللاطه بورق الطهي وتدهنوه بالقليل من زيت الزيتون وديروا فيه هاد الحمص وتخليوه يتحمر في الفرن. حبذا لو يعني صبح مقرمل فغادي يعطي طعم جميل ومختلف. من بعد ما يتحمر الحمص غادي نوجدوا الفينيغريت اولا واحد التتبيله. غنحتاجوا واحد نصف حامضه معصره، نضيفوا ملعقه من الخل، القليل من الملح والابزار وفص من الثوم مدقوق. نضيفوا ايضا القليل من زيت الزيتون، تقريبا واحد نصف كاس او ثلث كاس من زيت الزيتون. ونسيت ما وريتكمش، غنضيفوا واحد الملعقه صغيره من العسل الطبيعي في واحد الاناء اللي هو كبير. غادي نديروا واحد الحبه من الخيار مقطع رقيق، حبه من الطماطم اولا مطيشه مقطعه رقيقه، نصف بصله كبيره اولا بصله صغيره مقطعه رقيقه، واحد 2 فلفلات، ممكن تستعملوا فلافل الوان، فلفل احمر واخضر نشويوه ونقطعوه مربعات، والخس مقطع، ونضيفوا الحمص وبالطبع نضيفوا التتبيله ونخلطه جيدا. غنضيفوا ايضا لهاد السلطه واحد تقريبا 3 ملاعق من البقدونس اولا المعدنوس مقطع، ونضيفوه للسلطه ونخلطه جيدا ونقدموها بالصحه والراحه. نتمنى انها تكون نالت اعجابكم وترافقوها مع الاطباق ديالكم وتستمتعوا بها. فكما قلت من قبل انها غنيه، فوحدها فهي كافيه الواحد اذا تناولها هكا على العشاء. شكرا جزيلا على حسن المتابعه، والى اللقاء مع اطباق اخرى ان شاء الله.